السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. ونلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. وبغيت نشارك معكم واحد العراضه اللي درتها العائله ديالي ولواحد الصديقه ديالي. الصراحه الله عرضت عليها وما ردتش في وجهي، كنقول لها اختي مرحبا بك في اي وقت، والله يدومها محبه بيناتنا ان شاء الله يا ربي. وهاد الصديقة حتى هي عندها القناة ديالها اسمها البساطة والأناقة. كنتمنى تهجموا عليها وتقولوا حنا جينا من طرف عند كوثر الفاسية. صراحة الله إنسانة معقولة وقلبها كبير وظريفة بزاف وكتعامل ويعني فيها كلشي الصراحة الله. وحتى القناة ديالها غزالة غزالة ما شاء الله، فيها زعما الإنسان ما يستافد من القناة ديالها. كنقول لها اختي الله يوفقك الخير، وكنتمنى ان شاء الله ما تكونش اول مره ولا اخر مره، ان شاء الله مازال الخير القدام ومازال نتشوفوا ان شاء الله باذن الله، ونديروا انا وياك فيديو ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله باذن الله. وعرضت على واحد صديقه واحده اخرى حتى هي عندها القناه، هي راه عارفه شكون غادي تسمع هذا الفيديو، غادي تكتب في الكومونتير انا. المهم اعتذرت ليا وقلت لها الصراحه لا خصك تخلصي الحق لان انا عرضت عليك وما جيتيش. المهم اعتذرت ليا. كنتمنى مره اخرى ان شاء الله نتلاقى والله يجمعنا غير في الخير. ومهم خليكم مع لا فيديو وما تمشيو فين وكملوا حتى الاخر، وتبارك الله عليكم اخوتي العزاز. وهنا اخوتي بديت صوبت بيتزا. درت ميني بيتزا الصراحه لان كندير كيعجبوني هكا ملي كيكونوا عندي الضياف، كيعجبني ندير بيتزات صغيورين، يعني خلي هذيك اللي كتكون عائليه يعني كنكونوا بيناتنا كنديروها كبيره. المهم هنا راني درت طحين، درت المهم الخميره الزعتر. وراه عندي في القناه طريقه ديال تحضير البيتزا انا كي كندير ليها. الصراحه لا كتجي هشيشه، كتجي رطيطبه. كنديرها انا بزيت البلديه، يعني كنكثر شويه زيت البلديه. وهنا غادي نعجنها. المهم بغيت نشارك معكم غير بعض اللقطات شنو صوبت، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم اخوتي. وهنا بديت كنصوب البريوات ديال الدجاج. في الحقيقه شريت غير هاد الورقه، غير شريتها جاهزه ما صوبتهاش، وكنت كنتمنى انني نشارك معكم يعني طريقه الطهي ديال الدجاج باش غنعمر هاد الورقه، باش غندير منها بريوات. وغير السبب ديال ضيق الوقت وصافي. راه تبارك الله النساء المغربيات راهم حادقين وكيعرفوا يطيبوا، غير كل وحده وطريقتها ديال الطياب، كل وحده كيفاش كدير الطيب. بالنسبه مره اخرى ان شاء الله. وبالنسبه للقناه البساطه والاناقه غادي نخلي لكم اخوتي الرابط ديال القناه ديالها عندي في صندوق الوصف، كنتمنى تزوروها. وكما قلت لكم القناه ديالها غزاله ما شاء الله، فيها يعني ما يفيد، وكنتمنى ان شاء الله تزوروها وتخليوا لها كومونتير وتقولوا لها حنا جينا مع عند كوثر الفاسيه. بالنسبه هنا راني كنقطع هذاك الورقه البسطيله، كنقطعها على 3، كنقسمها في النص ومن بعد كندير 3 الصبعان وكنقطع. يعني انا ما يعني البريوات ماشي بغيتهم انا كبار وماشي بغيتهم صغارين، يعني موين. يعني انا بالنسبه ليا هذا هو القياس الكافي، يعني هذا القياس انا عاجبني يعني مزيان.
وبالنسبه خوتي يعني البريوات انا كنديرهم في العلبه وكنديرهم في المجمد، ما كيطرى ليهم حتى شي حاجه، يعني كيبقاو زوينين. يعني كنستفهم كندير بابي كويزين وكندخلهم المجمد النهار اللي كنبغي نطيبهم. يعني انا راه حتى قربوا يجيو عندي الضياف وعاد درتهم، يعني ماشي مده طويله انا كنت دايرهم في الكونجيلاتور وصافي. كان داك الساعات كنخرجهم المجمد وكندهنهم بالزيت او بالزبده وكندخلهم الفران كيطيبوا، ما كتوقع لهم حتى شي حاجه، يعني الورقه ما كتطرطق ما حتى شي حاجه. وهذه هي طريقتي يعني في الاحتفاظ يعني بسطيلات او بريوات. وهادو هما ميني همبرغر هما كنت صوبتهم، راهم عندي يعني في القناه طريقه التحضير ديالهم. وهنا هذيك هي ميني بيتزا اللي طيبتها غير نص طيبه. وهذه هي الطبيله ديالي يا خوتي اللي حضرت، اللي وجدت فيها ما بين الملح والحلو. هنا درت قريشلات، وهذا هو البلاطو ديال المملحات اللي درت البريوات ميني بيتزا، ودرت حتى ميني شاورما او تاكوس، ودرت ميني بطبوط. انا درت كل شيء صغير. وهنا درت شويه ديال الزبيده وشويه الفرماج وكونفيتير وشويه ديال الحلويات يعني فقاس والبغرير. ان شاء الله غادي نشاركو معكم ديال الوالده ماشي ديالي. المهمه ديالي الله يخليها ليا كيطلع لها واحد البغرير كيجيها فن ما شاء الله. ان شاء الله قريب غادي نشاركو معكم ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للطورطه هذه درت شاركتها معكم، راه عندي في القناه حتى هي كتجي فن خوتي، لا في المذاق ولا حتى في الشكل، يعني بالنكهه ديال الحامض. المهم ما شاء الله زوينه. وبالنسبه للكيكه راه عندي بالقناه الكيكه ديال القرقاع وخيزو كتجي فنه ما شاء الله. وهنا المنيويات حتى هما عندي بالقناه اللي معمراهم بالخضره والكفته كيجيو فنين ما شاء الله. وبالنسبه للسفنج انا ما صوبتوش، صوبته لي واحد السيده حتى هي كنت عارضه عليها وهي اللي جابته ليا. كنقول لها اختي شكرا الله يخلف عليك والله يجزيك بخير والله يعطيك صحتك، ودعيو معها بالشفاء الله يشفيها يا ربي ويشفي جميع المسلمين. وتبارك الله عليكم اخوتي وقبلوا عليا. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساونيش الى عجبكم لا فيديو خليو لي واحد اللايك. جزاكم الله خيرا والله يحفظكم. وبغيت نقول كلمه اخيره اختي سعاد القناه البساطه والاناقه، بغيت نقول لها شكرا على الهديه. لهلا خدك اختي، راه المجيه ديالك راها كبيره عندي والله العظيم، يعني بلا هديه بلا حتى شي حاجه. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.